اهلا بكم في حاجه من قناه فخرنا معاكم فيديو جديد. فيديو النهارده هو عباره عن غيرنا بقى اللوكيشن شويه، رجعنا للوكيشن الزمالك. والنهارده هنتكلم عن حاجه مهمه جدا انا المفروض كنت اتكلم عليها من بدري، ولكن جه الوقت بقى ان دلوقتي اتكلم عليها، وهي الصفقات اللي عملها مجلس اداره الزمالك او نادي الزمالك. فخلينا بقى نتكلم الاول على كل صفقه لوحدها، ونشرح كل صفقه ونفصص كل صفقه ونشوف ايه الصفقات الناجحه وايه الصفقات اللي لا، وهدي تقييم الاخر، وهنتكلم على الاداره شويه في الاخر. فيلا بينا. الزمالك اتعاقد مع حوالي 12 صفقه. النهارده انا منقي منهم 10 صفقات هنتكلم عليهم، وهم دول ابرز الصفقات اللي ممكن نتكلم عليهم. تحبوا نبدا بالتقيل الاول ولا نبدا بالعادي؟ يعني نشوف كده. اول حاجه نتكلم عليه هو موتوبيا لاعب ما شفتوش كتير، ولكن هو لاعب راس حربه قصير القامه، لعيب شفت له فيديوهات، لعيب متميز جدا. عنده المهاره، عنده ان هو يقدر يخش، هو راس حربه ويقدر يروح ويجي وبتاع. اعتقد ان هو يبقى شبه سامسون شويه، يعني شبه سامسون دلوقتي، اتمنى ما يكونش شبه سامسون زمان. فاعتقد ان موتوبيا هيكون كويس في الفتره دي. يعني لاعب كويس، شفت له كام فيديو، باللقطات اللي شفتها ماشي كويس، يعني مش كان في ناس احسن، ولكن على قد لحافك مد رجليك، على قد الفلوس اللي معاك، وقدرنا نجيب موتوبيا لاعب كويس. فممكن اقيم الصفقه دي 7 من 10. بعد كده عندنا اللاعب الفلسطيني ياسر حمد. ياسر حمد من ابرز اللعيبه اللي شفتها في الدوري المصري، وليه تجربه في الدوري المصري مع النادي المصري البورسعيدي، وشفت له كام ماتش كده. يعني اداؤه مش التوب، يعني هو لو جينا نتكلم ياسر حمد مش التوب، هو جسمانيا قوي ولكن هو مش مدافع توب، ولكن هو افضل من اللي كان عندك. يعني انت كان عندك لعيبه قليله جدا في الكواليتي. انت كان عندك مدافع زي محمد عبد الغني، ياسر حمد من الاكيد ان هو افضل منه، ولكن مش افضل مثلا لو جينا نتكلم بالونش، مش افضل مثلا من عبد المنعم، مش أفضل. لا، هو في مستواه نقدر نقول الوسط. عبد الغني كان اقل من الوسط، هو في النص. فمدافع متميز احسن من عبد الغني. وانت كمان يعني يعتبر انت بعت عبد الغني ب 6 مليون للبنك الاهلي، 6 مليون جبت بيهم ياسر حمد باقل شويه كمان، وكان معاك فلوس. فصفقه حلوه الصراحه، يعني هي صفقه بالنسبه لي كويسه، وهو كمان لاعب فلسطيني فهيتقيد عربي. فدي فكره بقى اللي عجبتني قوي في حكايه صفقات الزمالك. طيب بعد كده عندنا الصفقه اللي بعدها، وهي صفقه رجوع سيف جعفر. لو جيت تكلمني انا كفخراني هقول لك لا، انا ما كنتش حابب سيف جعفر يرجع تماما، ولكن من وجهه نظري ان سيف جعفر دي هي رساله انتخابيه. يعني ايه رساله انتخابيه؟ مين اللي كان بينافس حسين لبيب في الاداره في المجلس؟ هسيب لك سنتين تفكر. فاروق جعفر هو اللي كان بينافس حسين لبيب. فان فاروق جعفر طبعا حسين لبيب جاب ليه رجع سيف جعفر، ان هو انا ما عنديش مشاكل مع اي حد، انا راجل ماشي في حالي، ابنك مشي من النادي انا رجعته تاني. سيف جعفر يعتبر رجع بالنادي الزمالك ببلاش ومش بمبلغ كبير، ورجع سيف جعفر. وكمان سيف جعفر بعد ما رجع اعتذر ووضح الامور، وان كان في مشاكل في المجلس القديم، ومن الاخر رمى المشكله على المجلس القديم، والله اعلم ممكن تكون فعلا في مشكله في المجلس القديم يعني، وما قدرش ان عشان كده سيف جعفر يتالق ومشي من نادي الزمالك، ورجع دلوقتي لاعب متميز. لاعب متميز. هل هيلعب اساسي؟ لا، مش هيلعب اساسي. فخلينا بس نرجع على قائمه صفقه ياسر حمد. صفقه ياسر حمد برضو 7 من 10، واقيم صفقه ياسر حمد 7 من 10، واقيم صفقه رجوع سيف جعفر 8 من 10. سيف جعفر مش هيلعب اساسي، هيلعب احتياطي. طيب بعد كده عندنا صفقه عجبتني قوي، وهما صفقتين الصراحه. صفقه زياد كمال من نادي امبي، والصفقه دي انا حاببها. هتقولي ليه؟ اولا انا شفت فيديوهات لزياد كمال وانا كنت بتابعه، وانا اي لاعب بيجي من نادي انبي بتفائل بيه. اي لاعب على مستوى تاريخ الكره المصريه شوفه من ناشئين انبي او طالع من انبي هتلاقيه لاعب متميز. خلينا نبدا بمحمود عبد المنعم كهربا، طالع من انبي. مصطفى شلبي طالع من انبي. لو جينا نتكلم انت عندك اهو زياد كمال طالع من انبي. عندك لعيبه كتير اعتقد. مين تاني مش فاكر بقى في التاريخ مين تاني، بس عندك لعيبه متميزه جدا بيطلعوا من انبي. انبي دايما بيطلع صفقات ناجحه. طيب فزياد كمال ده انا متفائل فيه خير، وهو بيلعب لعيب وسط ملعب يعني. وانا مشكلتي ان انت فورت نص الملعب خالص، يعني انت فورته، مشيت عمرو السيسي ومشيته وبتاع، فانت جايب نص ملعب جديد. بس انا عندي عيب في حاجه واحده بس، او هو مش عيب، انا هقول للناس اللي بتقوله. الناس تقول ايه دلوقتي؟ انت جايب، ولا خلينا بعد ما نخلص صفقات؟ خلينا بعد ما نخلص صفقات. طيب
بعد كده فزياد كمال انا قايم الصفقه بتاعته 8 من 10 برضو. وعندنا لاعبين مهمين جدا وهم اتقدموا حتى في نفس التقديمه، واللي التقديمات هتكلم عليها في اخر الحلقه، وهو مهاب ياسر ولاعب محمد مش عارف اسمه ايه، لاعب طنطا فانا فاكره يعني. لاعب طنطا ده خلينا نتكلم عليه اول. لعيب انا شفت له فيديوهات ستايل مصطفى فتحي بالملي، لعيب وينج يمين بيقطم لجوه بيشوط، لعيب قصير مهاري، شفت له فيديوهات حلوه قوي. وان لاعب بيجي من دوري الدرجه الثانيه يطلع ممتاز في الزمالك، نطه كبيره جدا. يعني اكيد في حاجه مختلفه، اكيد اللي جابه في حاجه مختلفه. هو اللي بالمناسبه اللي اتعاقد معاه هو طارق السيد. طارق السيد هو اللي اكتشف اللاعب اللي كنت بكلمكم عليه، لاعب طنطا، فهو اللي اكتشفه. هو لعيب متميز جدا الصراحه. فقائم الصفقه دي برده 8 من 10. طيب عندنا بقى كمهاب ياسر. مهاب ياسر انا شفته مع الجيش هو ما ابهرنيش. يعني هو مهاب ياسر، اذا كان مهاب ياسر او اذا كان اسمه ايه ده محمد شحاته، اللاعبين جايين من طلائع الجيش والاثنين، ومحمد شحاته كان بيلعب في المنتخب الاولمبي، الاثنين كويسين ولكن هم مش توب. بس لو جينا نتكلم هم احسن من رؤى، احسن من عمرو السيسي، احسن من نص الملعب اللي كان عندك كله. فانت جبت كل نص الملعب دول، فالصراحه يعني الصراحه اللعيبه كويسه جدا وتفكير كويس انك ما جبتش لعيبه سوبر ولكن جبت لعيبه احسن من اللي كان عندك، مستوى احسن من اللي كان عندك، واللي انت بتتارجت بيهم الكونفدراليه. طيب بعد كده عندنا صفقتين، 3 صفقات وهم التوب. ال3 صفقات دول هم العالميين التوب. خلينا نتكلم باول صفقه من اقل لاعلى، ناصر ماهر. ناصر ماهر من اكتر اللعيبه اللي كانت نفسي تيجي الزمالك. هو كان بيلعب في فيوتشر، لعيب متميز صانع العابه، بيلعب رقم 8 وبيودي. حتى كلمت انا وعمر علامه على ناصر ماهر واتكلمنا على البودكاست بتاع الزمالكاويه، اللي ما شفتوش ممكن تشوفه من هنا او من هنا. فالصراحه ناصر ماهر لعيب متميز جدا، صفقه من احلى الصفقات، تقييمها طبعا 10 من 10. لا لعيب متميز، لعيب عنده المهاره، لعيب عنده الفكر، لا لعيب متميز يعني. بعد كده صفقه احمد حمدي اللي طبعا بنتمنى له السلامه، اللي بيقال ان هو جاله شد في العضله الضمه. فانا مش فاهم يعني الاصابات عايزه مننا ايه، كمان الونش اللي جاله 3 صليبي ده، فانا مش عارف الصفقات عايزه مننا ايه، لان الزمالك كده يعني بعد الونش جاله 3 صليبي الزمالك محتاج مدافع كمان. طبعا انا مش هلاعب مثلا ياسر حمد وجنبه محمود علاء، يعني انا ما ببقاش مطمن برضه. طيب بعد كده صفقه احمد حمدي كنا بنتكلم عليها، لعيب انا كنت بحبه جدا من وهو في الاهلي، لعيب ستايل، لعيب عنده المهاره، فكره احترافي، بيشوط، بيروح على الجون. هو بيلعب نص ملعب تقريبا وينج شمال او وينج يمين، ولعيب بنيانه كويس، لعب في الدنمارك، لعيب محترف بقاله كتير محترف. فالصراحه صفقه متميزه جدا انت تجيبه الزمالك وتجيب كم اللعيبه دي من الزمالك، تجيب كم اللعيبه دي للزمالك. فالصراحه صفقه عجبتني جدا، وشابو يعني شابو لمجلس الاداره على صفقه احمد حمدي ده بالذات. خلينا بقى نقول على اخر صفقه وهي التوب. وادي عبد الله صفقه الزمالك. شوف لي شقه جنبك يا عبد الله. يا نهار ابيض عليك يا عبد الله. خدها عبد الله واتكل على الله. ويا حبيبي يا عبد الله، وشوف لي شقه جنبك يا عبد الله يا سعيد. عبد الله السعيد رسميا بعد طول انتظار زملكاوي. زملكاوي، هو عنده 39 سنه. وهسمع بقى لا يا عم انتوا عندكم، انتوا كلكم الفرقه بتاعتكم كلها عواجيز، انتوا مش عارف ايه، انتوا عبد الله السعيد جايبينه يشطب، واللي يجي اللذيذ اللي يجي يقول لك في فيديو التقديم كويس ان هو عارف يطلع السلم كويس ان هو عارف يطلع السلم، ده على ما يعمل اللي يفتح سبرنت كان هيموت. عبد الله السعيد في الموسم مش ده اللي قبله، عبد الله السعيد كان هو اللي بيلعب بيراميدز. عبد الله السعيد هو عبد الله السعيد في الاول عامل زي شيكابالا كده. شيكابالا سنه كبير، ولكن شيكابالا لما بينزل في ماتش لو عمل لك كوره واحده هيعمل لك بيها جون، اذا كان هيجيب جون او هيعمل بيها اسيست. فانا عايز عبد الله السعيد عشان كده. انا ما عنديش ده، انا ما عنديش صانع الالعاب اللي مثلا، انا مش عايز عبد الله السعيد ينزل لي كل ماتش، ابقى مجنون لو قلت ان عبد الله السعيد هيلعب كل ماتش وهيبقى بيجري في الملعب. لا انا هبقى مجنون. انا عايز عبد الله السعيد في ماتش متقفل ينزل يعمل لي اسيست، يجيب لي جون، خلص الماتش. انا عايز كده، وغير كمان ان عبد الله السعيد لعيب مهاري، لعيب تتفرج عليه كده وانت مستمتع، تجيب كوبايه شاي كده وتقعد تتفرج عليه. انا وهو كان بيلعب لغايه في السن ده قدام الزمالك، لما كان بيلعب ماتش الزمالك وبيراميدز ببقى خايف جدا، اول ما الكوره بتيجي في رجله بحس ان هو هيعمل حاجه هتجيب جول. فالصراحه صفقه متميزه جدا، اديها 10 من 10 طبعا. صفقه عبد الله السعيد اللي هيقدر بيها يحل لي جوان. طيب خلينا نتكلم عن حاجه، ان في ناس كتير تقول لك يا عم هو انت جايب لي
دلوقتي بقى عندك صانع العاب رقم 10 اوباما وعبد الله السعيد وناصر ماهر، وعندك كمان سيف جعفر بيلعب في المركز ده، وعندك وعندك محمد شحاته، وعندك يعني عندك لعيبه كتير قوي بتلعب في المركز دي. احب اقول لك ان عبد الله وناصر ماهر مش هيلعبوا الكونفدراليه. هتقولي ليه؟ هقول لك الاثنين دول واحد لاعب مع فيوتشر كونفدراليه والتاني لاعب مع بيراميدز دوري ابطال افريقيا، فالاثنين دول لعبوا بطولات افريقيا، فما ينفعش ينتقلوا الزمالك ويلعبوا مع الزمالك بطوله الكونفدراليه. فانت كده ناصر ماهر وعبد الله السعيد انت مش هتستفيد بيهم مع في بطوله الكونفدراليه، هتبقى متارجت بيهم بقى نهائي كاس مصر بتاع الاهلي والزمالك، دوري المصري كده. فبس كده دي كل حاجه اقدر اقولها لك على الصفقات. وكمان عايز اقول نقطه يعني على المدرب الاجنبي، بس خلي المدرب الاجنبي في بودكاست عز الزمالكاوي اللي هنعمله قريبا ان شاء الله. طيب كده بقى اخر حاجه وهي التقديمات بتاعه اللعيبه. يعني انا عارف ان دول متطوعين اللي عاملين السوشيال دي وعاملين الايديت ده، ولكن انا والله العظيم مش شكر فيا، بس انا مش في الايديت الحمد لله كويس، يعني مش ممتاز، بس اعمل فيديوهات احسن من كده. الايديت يعني فيديو تقديم عبد الله ده يتعمل فيه حكايه وروايه وقصص وستوري بورد وقصص عشان تقدم فيديو عبد الله السعيد، فيديو احمد حمدي، فيديو ناصر ماهر، لان الثلاثه جايين من النادي المنافس من النادي الاهلي، مش جايين من النادي الاهلي، عشان عارف ان الاهلاويه لما يعني كانوا بيلعبوا في النادي الاهلي. فالتقديمات الصراحه مش حلوه تمام، ما طلقش بالنادي الزمالك. وكمان يعني الحمد لله ان هم غيروا الساحر، يعني هم كانوا في اول يعني تقديمه ناصر ماهر وتقديمه اعتقد عبد الله السعيد كان فيهم حوار الساحر ومش الساحر ومش عارف ايه، الحمد لله ان هم غيروه في الاخر. بس ده كان كل حاجه اقدرها لك على صفقات الزمالك. نتمنى طبعا توفيق لنادي الزمالك، اول ماتش هيلعبه مع المدرب الجديد بالصفقات الجديده يوم 19 ماتش الاسماعيلي في الاسماعيليه، كنت بناوي احضره بس طبعا هيكون في الاسماعيليه. فيعني وكمان انا من اللي بتمناه ان الزمالك ياخد بطوله كاس مصر الجايه دي، يعني ان شاء الله، يعني ده الامل. يعني اول حاجه هحس بيها بمجلس الاداره كده ان مجلس الاداره تمام، مجلس الاداره طبعا تمام، يعني هو فك قيد وحل مشكله فتوح وجاب لي صفقات كتيره جدا، فانا اديله شابوه واقيم مجلس الاداره 10 من 10. انا كنت قايل في بودكاست مع علام واحنا الاثنين كنا قايلين كده ان اخر شهر يناير ما حصلش حاجه، شكرا مجلس اداره زي اللي قبله. لا، اخر شهر فضل اشتغلوا في 100 يوم، فكوا ملف القيد اللي كان صعب جدا، المستحقات، الازمات اللي كانت على البنوك، الارصده، مشكله فتوح، حلوا مشاكل كتير جدا فقط في 100 يوم. فانا بشكرهم مجلس اداره نادي الزمالك. وطبعا نتمنى ان شاء الله ان انا مش هنافس على الدوري السنه دي، انا عارف ان الزمالك مش هينافس على الدوري لو جينا طبعا في مركز، بس طبعا مش معناه نبقى المركز التاسع، بس الزمالك ينافس، مش هينافس اعتقد على الدوري السنه دي. ولكن اتمنى ان الزمالك يطلع الموسم ده بكاس مصر وكونفدراليه، وده اللي بتمناه، وتبقى كده اتعشت قوي. ونفسي في كونفدراليه اكتر كمان من كاس مصر، عارف ان هيبقى صعب كاس مصر ان هيبقى برده لسه المدرب والصفقات ما بقالهاش شهر، بس يعني اتمنى كل خير. وبس كده كل حاجه اقدرها لك على صفقات الزمالك. ورجعنا بقى هنتكلم على الزمالك شويه، وان شاء الله هيبقى في انتظام في الحلقات الفتره الجايه، وان شاء الله في رمضان نجهز حاجه خاصه جدا هشتغل عليها من دلوقتي، هنعمل حاجه خاصه جدا في رمضان عن حلقات معينه. وبس كده كل حاجه اقدرها لك، بس تعمل لايك وشير سبسكرايب، بس كده سلام.